نعتذر، ابقى في الفضاء، لا يمكننا إعادتك إلى الأرض. الدولة التي أرسلتك لم تعد موجودة. دي الجملة اللي سمعها رائد الفضاء السوفيت سيرجي كالي اللي تم إرساله هو والبريطانية هيلين شارمان والسوفيتي الآخر أناتولي أرتيس براسكي لمحطة الفضاء السوفيتية مير، أكبر وأهم محطة فضاء في الوقت ده، بتبعد عن الأرض حوالي 350 كيلو متر بهدف إجراء بعض المهمات البحثية. انطلق الصاروخ وبعد 9 دقايق بالظبط كانوا رواد الفضاء قادرين إن هم يشوفوا الأرض متغطية بسحابها الأبيض وكأنها كرة من التلج. سيرجي كان من ضمن أمهر الطيارين وقتها ورواد الفضاء المعروفين عالميا، وده راجع لرحلاته اللي عملها للفضاء قبل كده. أما يا سيدي مدته اللي المفروض يقعدها كانت 5 شهور بالظبط، تفاديا لإصابته بالسرطان أو حدوث ضمور لعضلاته أو تعرضه لأي إشعاع ضار. وبالفعل بمجرد وصولهم للمحطة كل واحد فيهم بدأ بعمله ومهمته اللي تم إرساله ليها. في الوقت اللي هم شغالين فيه فوق كان بيتم إعادة تشكيل الأرض والحكومات والجنسيات، وبلاد بتقع وبلاد بتظهر على الصورة. هيلين مجرد ما أنهت مهمتها رجعت الأرض، وبعدها بكام يوم أناتولي لحقها، وفضل سيرجي فوق مكمل تصليحاته للمحطة ودراسته لحركة الأرض. انتهت مهمة ومدة سيرجي في الفضاء ومفيش أي أخبار من الأرض ولا إرسال أي حاجة ليه. لما بدأ سيرجي يتواصل معهم ما كانش فيه على لسانهم غير جملة واحدة: نعتذر، لا نستطيع إعادتك الآن. سيرجي في البداية كان متخيل إن الوضع أيام وهينتهي، مشكلة بسيطة يعني في التمويل مش أكتر. واستمر بدورانه الروتيني حول الأرض اللي كان يبدو شكلها هادي تماما وكأنها بركة مية في فصل الصيف. مفيش حركة واحدة فيها، بس جواها بقى كانت الدبابات العسكرية مالية الميدان الأحمر في موسكو. وحصل انقلاب على ميخائيل غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي وقتها. الأرض من الفضاء كانت ظاهرة كقطعة واحدة، بس سكان الأرض كانوا بيجروا يرسموا الخطوط ويقسموا البلاد. الظلام والهدوء اللي كان عايش فيهم فوق كان مخبي عنه دوشة وحرب وقتل ودمار عاشته بلاده وبلاد العالم. وبدأت السنة الجديدة وبدأت حالة سيرجي تتدهور تماما. عزلته عن البشر سببت له حالة نفسية شديدة جدا. رؤيته للأرض كل يوم ومش قادر يوصل لها خلق جواه إحساس شديد بالعجز رغم مكانته وذكائه وبراعته. ومع ذلك فضل أمل سيرجي موجود وما انقطعش لحد ما جات له العبارة صريحة تماما: البلد اللي وعدتك بالعودة ما عادش ليها وجود، انت مضطر تفضل في الفضاء. بعد كده تقبل سيرجي الأمر وبدأ إنه يتأقلم في الوضع الجديد بأي وسيلة وأي طريقة أيا كانت. وزي ما كان سيرجي بيحارب في الفضاء كانت روسيا بتحارب لجمع الأموال وترميم اقتصادها، فاضطرت إنها تبيع مقاعدها في صاروخ سيوز، فاشترت منهم النمسا مقعد ب7 مليون دولار، واليابان اشترت رحلة لمذيع تلفزيون ب12 مليون. لكن ولا بلد قررت تتبرع بمقعد تعيد سيرجي مرة تانية للأرض رغم ضخامة قضيته في الإعلام وتفاعل الناس معاها. وعدت الأيام والشهور لحد ما وصلنا لشهر مارس لما ألمانيا أعلنت إنها هترسل رائد فضاء تاني غير سيرجي وهتدفع له 24 مليون تمن تكاليف وعودته. في يوم 25 مارس استقبل العالم آخر مواطن سوفيتي. سيرجي هبط أخيراً على الأرض وهو لابس بدلته الفضائية اللي عليها الأحرف السوفيتية ال4 USSR والمنجل الأصفر، شايل في إيده علم دولة لم يعد لها أي وجود تماماً. وطبعاً كان فاقد للحركة تماماً، وكانوا شايلينه 4 رجالة وصفوه في الصحف في الوقت ده شاحب كالطحين تفوح منه رائحة العرق مثل كتلة من العجين الرطب. سيرجي رجع لوطنه أخيراً اللي تحول لعالم تاني تماماً غير اللي كان سايبه. فتخيل معايا إحساسه لما لقى إن الدولة اللي هبط فيها ما عادش اسمها أركانيغ، بقى اسمها كازاخستان. بلده اللي اتربى فيها ما بقاش اسمها لينينغراد، بقى اسمها سان بطرسبرغ. مساحة وطنه تقلصت بمقدار 5 مليون كيلو متر. حصل تضخم اقتصادي رهيب خلى مرتبه اللي كان 600 روبل بقى نص مرتب سائق حافلة. بلده الكبير بقى عبارة عن 15 بلد غير جسده النحيل رغم فقدان صحته وعدم قدرته على المشي والحركة، إلا إنه مع ذلك كان متفاهم للوضع تماما. وقال إن روسيا في الوقت ده كانت أولوياتها توفير الأموال مش إنفاقها. وبالمدة اللي قضاها سيرجي هناك فهو حقق رقم قياسي
بمكوثه 311 يوم وقضاءه ضعف المدة اللي كانت مخططة له. ده غير إنه رجع تاني للفضاء بعد سنتين، ولكن المرة دي تبع وكالة ناسا، وهو أول رائد فضاء وطأت قدمه محطة الفضاء الدولية الجديدة، امتنانا لدوره العظيم ومهارته في التعامل مع ظروف الفضاء والتأقلم عليها. عايز أقول لك إن سيرجي بيعامل كبطل قومي، لأنه كان بإمكانه العودة بواسطة كبسولة كانت موجودة على المحطة اللي هو كان فيها، لكن هو فضل إنه يفقد حياته وما يستخدمهاش أبدا، لأن استخدامها كان معناه نهاية المحطة مير وإتلافها للأبد.